بص الكلام اللي جاي ده عالجد قوي، وانت بتتفرج على الفيديو اقتنع كده من جواك اللي انا مش هسمع الكلام ده من اي حد. انسى الثانية اللي عدت دي، يا ريت تبقى ذاكرة سمكة تنسى كل 5 ثواني. ايه؟ انا كنت بقول ايه؟ ما تكلمنيش عن مشاكل، تقولي الدنيا والظروف وتقعد تشكيلي همك وتعلق الظروف على شماعة البلد. وهعمل ايه؟ الدنيا حلقة كده. عشان خاطري لو مش هتنجز ما تكرهناش في حياتنا. استخدم اقل الامكانيات، استخدم ده لسانك اللي فيه communication skills، نتائج وفعل. اما تشوف شماعة تانية وتعلق ظروفك عليها، عشان احنا ظروفنا بجوابات. حضرتك انا بقيت بنسى اسمي، ما بحبش ازعل. في ساعتين بعد الصحيان بجمع بقى انا فين وانا مين، وابدا اسال بقى على اسمي. الساعتين دول حرفيا انا لسه برضو ما فوقتش ان في بشر حواليا ونبدا اتعامل معاهم. طب ليه؟ ما انت ممكن تبقى قاعد مع ناس تعرفها وتلاقي واحد عمال يتكلم معاك بطريقه كده وعايز اقوم اديله 100 شبشب على وشه. وبلاش بقى والنبي اصله ما بقاش سالك، بس بيتكلم في المصلحه. اصله على فكره لو مش سالك مش هتعرف تقعد معاه. يعني انت حرفيا ما تعرفش البني ادم اللي قاعد قدامك ده ايه بالظبط. هو بيقعد بس لاجل نفس المكان اللي اتولد فيه حبنا، وساعات بشتاق ليوم عشته وانا صغير. اقعد اصفي دماغي بقى ونضحك ونهزر. بالله عليك، هو الواحد بيقعد قدامك كده بس يقعد يهز في دماغه هو انت موجود ومش موجود. ما تحسسنيش ان انا داخل معاك تشالنج، مش بتحداك. الواحد اصلا ما بقاش يحس، يعني زعلان بقى، متضايق، فرحان، سهران، هان، زهقان، سرحان، عادي عادي مش هتفرق. مشي الدنيا مشي الدنيا يلا. عارف انت اللي هو بتستحمى في الشتاء بميه ساقعه وفي الصيف تشغل السخان. الله الله الله، انت عظيم يا ابني، انت عظيم، انت ما حصلتش. فانت يا باشا تنسى الناس دي برضو كل 5 ثواني وتبدأ اجري، ما توقفش. عارف اهرب يا سيمبا، اهرب اهرب وما ترجعش تاني. صدقني والله ده الصح، وكل يوم بداية جديدة. وقع يعني ايه المشكلة؟ انت ما وقعتش من ال 12 يعني. قوم وكمل، اقرا واتعلم. اتعلم في الاجازة، اتعلم في وقت فراغك، املى حياتك كلها. متبقاش فاضي، طور من نفسك، العب رياضة، صلي لربنا، واستقبل كل حاجة بابتسامة. وحاول تستقبل الكلام ده مني وحطه في دماغك، دورها كده، احسبها بطريقتك، علي على كلامي، اعمل الأحسن. مش هتسمعني؟ اقفل الفيديو، روح اتفرج على أي حد تاني يفيدك، روح اتعلم حاجة، روح اتطور وانجح ورتب كل حاجة في حياتك ورتب أولوياتك. وصدقني والله أنا بدلك على الصح، وربنا ما بيضيعش مجهود حد. ودايما اثبت لنفسك اللي انت كويس.